يا صباح الفل والنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، أختكم نهودة قايمة متحمسة الحمد لله، ورجعت نهودة لطاقتها وحماسها ونشاطها. النهاردة ورانا حاجات كتير جدا، فقلت ما فوتش عليكم أبدا الحماس ده، عشان لو في حد بيتفرج عليا وكسلان يقوم يتنشط كده ويتحمس. قبل أي حاجة كده طمنونا عليكم، عاملين إيه وأخباركم إيه وأموركم عاملة إيه؟ أنا طبعا صحيت، شربت القهوة بتاعتي وفوقت وصحصحت. امبارح خرجنا جبت مشتريات للبيت، الحاجات اللي كانت ناقصانا. رجعنا متأخر وكان ورايا كام حاجة، بصراحة ما قدرتش ان انا اصور المشتريات معاكم، قلت اسيبها للصبح اصورها معاكم ونشوف يومنا فيه ايه، وكمان هنجهز الغدا مع بعض وهناكل النهارده اكله حلوه اول مره ان انا اعملها معاكم. اصلا ما كنتش بعملها في البيت، كنا دايما بناكلها من بره. فقبل ما ابدا في المشتريات كده وقبل ما اتلبخ هروح اجهز الاكل علشان تبقى جاهزه على الغدا على طول، لان هدى بتقول لكم صباح الخير بس هي صاحيه متاخر. انا صاحيه النهارده الساعه 11 على ما فوقت وصحصحت وكده، الساعه دلوقتي 12 ونص، فانا اصلا متاخره. لو اتلبخت كمان في المشتريات وعلى ما احط كل حاجه مكانها وكده هتاخر قوي في الغدا، واحنا يعني اخرنا في الغدا الساعه 6 5 ونص. فهجهز كده الغدا عشان يكون على التسويه، ونشوف كمان يومنا هيبقى ماشي ازاي. ويلا بينا يا حلوين كده نبدا الفيديو بتاعنا. ما ننساش في اول الفيديو نعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. يلا النهارده ان شاء الله هنتغدى دينيس. بقالي تقريبا شهر شهرين بقيت بعمل سمك الدنيس في البيت، بجيب كده كام كيلو واحطهم مثلا في الفريزر، كل سمكتين مع بعض ويبقوا اكله. كنا الاول ما كناش بناكل السمك ده الا بره البيت، نروح ناكله في مطعم او كده، بالتالي ما كناش بناكل السمك ده على طول. والسمك طبعا مفيد. من ساعه ما جبته وحطيته في الفريزر كنت متخوفه ان لحمته ما تبقاش احسن حاجه، بس بصراحه طلع حلو قوي. طالما حاطينه في الفريزر من غير تتبيله لحمته بتفضل زي ما هي، لكن لو تبلناه الملح اللي في التتبيله هيدوب اللحمه فهيبقى طعمه مش حلو، هيبقى مهري. وفي نفس الوقت ما نجيبش كميه ونغيبها برده، يعني نجيب مثلا ايه 2 كيلو 3 كيلو اللي هو على قد اكلتين 3 ونرجع نجيب تاني. فانا قبل اي حاجه هتبل السمك علشان يشرب من التتبيله قبل الاكل مثلا بساعتين 3، يبقى اخد وقته كده واللحمه شربت من التتبيله. هو جاي كده متنضف من المحل، متفض بطنه كده، وانا يدوب بس شطفته سبته لحد ما اتصفى. عملت كده التتبيله الخطيره، حطيت ملح وكمون وكزبره وبهارات السمك، فرمت فلفل حامي بنحبه يكون سبايسي، وحطيت خل وليمون وشبت وكزبره، توم طبعا كترت توم لان السمك بيحب التوم، وفرمتها في الكبه. هبدا اعمل بقى في السمكه كده فتحات علشان نحط فيها الحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الوقت كده عشان استغل الوقت قطعت بصلايه كبيره فرمتها في الكبه برده، حطيتها كده مع شويه زيت وسايباها تاخد اللون اللي هو البني ده علشان نجهز الرز. عشان النهارده اليوم في حاجات كتير قوي، فمش عاوزه ان انا اتضغط، عايزه اللي هو وقت ما حوده يقول لنا نجهز الغدا تبقى الحاجه جاهزه، يبقى على قد بس ان انا اسوي السمك في نفس التوقيت يكون الرز استوى. دي الصينيه اللي انا هسوي فيها، حطيت فيها شويه زيت. بصوا انا بتبل السمك واحطه في نفس الصينيه اللي انا هسوي فيها واغطيها واحطها في التلاجة لحد وقت التسويه. هو تسويته يعتبر ما بياخدش مثلا ربع ساعه بالكتير قوي، ما بياخدش وقت. تقدروا تعملوه على البوتاجاز تغطوه تسووه عادي، او تحطوه في الفرن، فزي ما تحبوا. نحط بقى في الفتحات ديت نكتر كده التتبيله دي على فكره تقدروا ان انتوا تعملوها وتحطوها في الفريزر وتبقى جاهزه عندكم على طول. انا ناويه بصراحه ان انا اعمل كده، افرم كميه منها واحطها في التلاجة، طالما انا بقيت بعمل سمك في البيت كتير فتبقى عندي الخلطه جاهزه، هتوفر عليا وقت كتير قوي. ندعك كده السمكه من بره كده بالخلطه، وبطن السمكيه نحط فيها طبعا شويه من كده من الخلطه ديت. ممكن تحمروا بصل وتحشوا بطن السمكه بصل متحمر، بتبقى لذيذه قوي. كده خلاص تبلت السمك، يبقى جاهز كده خلاص على التسويه. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، يشرب من التتبيله بقى براحته. وطبعا لو احنا كمان عاملين الخلطه عندنا في الفريزر مش هياخد مننا وقت خالص. الرز بتاع السمك او الرز اللي هو البني او رز الصياديه، انا دي الطريقه اللي انا بحب ان انا اعمله بيها. حطيت كده بصلايه وسبتها كده لحد ما احمرت، يعني بصوا تحمر اللي هي تاخد لون اغمق، بس ما نسيبهاش تتحرق قوي علشان برضو ما يبقاش طعمها ممرر. فهي كده بالنسبه لي لونها بقى حلو عشان تدي طعم حلو للرز. شويه التحابيش دولت اللي هنحطهم على الرز اللي هيودوه في حته تانية خالص. قطعت طماطمايه وفلفل سبايسي وفلفل اخضر، وحطيت كده مكعب مرقه وملح وكمون وكزبره ومعلقه من بهارات السمك ورشه بابريكا. وهنا كده دي معلقه من الخلطه اللي احنا تبلنا بيها السمك. بصوا بتدي طعم خطير للرز. كل المكونات الحلوه بتاعتنا دي بقى ننزل بيها كده على البصل ونديله كده تشويحه. مش قادره اقول لكم الريحه طالعه خطيره، تاخد بس تشويحه كده وريحه البهارات تطلع والطماطم تدبل شويه. احط عليها الميه اللي هي معيار الرز واسيبها تغلي شويه حلوين لحد ما تبقى مرقه حلوه كده، وبعدين اسوي الرز عادي زي ما بنسوي الرز وبس. كده خلاص الخلطه بتاعه الرز جاهزه. السمك اتبل. طبعا دي مش كل المشتريات اللي انا جبتها، في حاجات انا حطيتها في التلاجة لان زي ما قلت لكم انا جايباها من امبارح،
تقدروا تقولوا دي مشتريات، في منها حاجات هتقضيني شهر، في حاجات اللي هو هتقضيني بتاع اسبوع 10 ايام. انا ما عدتش بجيب مشتريات للشهر كامل واجيب كميات وحاجات من دي بصراحه. بقيت بجيب كده اللي هو على قد احتياجاتي او اكمل على اللي عندي وخلاص. وكل مثلا اسبوعين كل 10 ايام اخرج، لان الخضار عندي مثلا يوم ما بيقضيني اقصى حاجه من اسبوع ل 10 ايام بكون محتاجه ان انا اخرج اجيب خضار، لو هنجيب مثلا جبن وحاجات من دي. فكده كده الواحد بيخرج، فقلت بدل ما الواحد يكلف على نفسه ويجيب مشتريات للشهر كامل مثلا ويجيب كميات وعدد كتير، لا يجيب على قد احتياجه، وكل ما اخرج اجيب بقيه الحاجه. بطاطس مستحلي النوم هنا بصوا. بيحب اقول القطايط، بتحب اقول الاكياس والحاجات دي. بقيه الحاجه اللي في التلاجة كده كده انا ما فضيتهاش وما رتبتهاش، فكده كده هوريها لكم بس لما ندخل المطبخ ان شاء الله. بصوا جبت هنا كده دي اكياس اللي هي الاكياس بتاعه الفرن. كنت بستخدم انا نوع تاني غير ده، مش فاكره كان اسمه ايه، بس كنت حاساه انضف من ده. بروح جمله ماركت ما بلاقيش غير النوع ده بصراحه، مش عارفه هيبقى حلو ولا لا. هو مش غالي بس كمان ما لقيتش اللي هو الحجم الكبير قوي. انا بحب اجيب الاكياس اللي هي اللارج، حاساه هيبقى كويس مش هيبقى وحش. يعني حتى لو حسيت ان الكيس هيبقى صغير ممكن احط، لا اقسمها في كيسين وخلاص مش مشكله. تقريبا كان عامل 19 جنيه 15 جنيه حاجه زي كده. جبت منها كده 3 العلبه فيها 2 كيس بس. بودنج ده بصراحه اول مره هجربه، ولا مره جربته خالص. ده بطعم الفانيليا، لقيت هناك عليه سحب كتير قوي فقلت اجيبه واجربه. هو المفروض بيتحط عليه حليب ويتحط على النار لحد ما يتقل، فهبقى اعمله معاكم ان شاء الله ويبقى تحليه كده سريعه، وحاسه ان هو هيطلع حلو. بقالي كتير قوي عايزه اعمل كشري مصري في البيت. من اخر مره صورته معاكم هنا على القناه انا ما عملتش كشري مصري في البيت، فعايزه اعمل حله كشري مصري كده، حله صلصه الدقه الحلوه بتاعتنا هدى، واحطه في التلاجة اقعد اكل منه 3 ايام 4 ايام اسبوع. هعمله ان شاء الله، ممكن اعمله معاكم الاسبوع ده او الاسبوع الجاي مش عارفه. المهم ان انا هصوره معاكم. فجبت هنا عدس اصفر ده للبيت كده، بحب الكشري العدس كده. نص عدس اللي هو عدس بجبه او عدس بني، النص ده عامل 33 جنيه. وجبت حمص شامي ده ربع كيلو، عامل 20 جنيه. الكيلو فيه ب70 جنيه. كان فيه اللي هي الحبايه الكبيره والحبايه الصغيره دي، فالراجل قال لي لو هتعملي للكشري خدي ده هيبقى طعمه احلى بكتير. فانا بصراحه سمعت كلام، انا كنت دايما بجيب الحبايه الكبيره مش اخده بالي اصلا ان في فرق، فهجربه كده اشوف في اختلاف ولا لا. قلت ادلعنا شويه كده واعمل كيكه تبقى عندنا للفطار. فجبت دريم طبعا كذا مره مجرباها، الخليط بتاعها بيبقى حلو. كيكه البرتقال والكيكه بتاعه الفانيليا دايما بتنجح وبتبقى حلوه وبتبقى سهله وسريعه. ابقى اعملها برده معاكم، اكيد مش هعملهم الاثنين مع بعض، ابقى اعملها كده للفطار في نص اليوم كده. حبينا نشرب قهوه مثلا او شاي او اي مشروب، حبينا ناخد كيك مثلا او كده، فبتبقى حلوه في البيت. دي تونه كده روز جاردن، كنت جبت منها علبه قبل لان لقيتها منتشره كتير. منتجات روز جاردن اصلا عامه منتشره قوي الفتره ديت ومنتشره في حاجات كتير، فكنت جبت منها مره وجربتها بصراحه كانت حلوه، والقطع بتاعتها كانت نظيفه وحلوه وريحتها حلوه، مفيش فيها زفره ولا اي حاجه. فلقيتهم عاملين عرض على الثلاثه دول، ثلاثه تقريبا ب 85 او 95، فجبت العرض ده. حسيت ان هو هيبقى حلو، انا بحب التونه كده بالمكرونه، احب اكلها كده، فبنستهلك من التونه. تونه دولفين دي محمود بيعشقها عشق، بيموت فيها. مش دايما اللي هي المدخنه بقى بتبقى موجوده على طول، فاول ما لقيناها جبنا منها 3. يعني دي التونه دي تعتبر خزين شهر بصراحه، بتقعد معانا الشهر كامل. وكمان انا عندي واحده او 2 وموجودين زي ما قلت لكم، عشان المدخنه دي ما بتبقاش موجوده، فقلنا فرصه ناخد منها ايه عشان حدا بيحبها. بصراحه اكله المكرونه والتونه دي بالنسبه لي انجاز لما بكون مستعجله وعايزه اعمل اكل، طاره مش عارفه انا اطبخ ايه، او تعبانه ومش قادره اعمل اكل، فبتبقى أكل منجزه وفي نفس الوقت مشبعه وحلوه. تمر اللي هو الرطب ده السكري، النوع ده حلو قوي، جبت منه علبتين. ده اللي هو الطحان، بس حلو قوي التمر بتاعهم حلو، بس بيتحفظ في التلاجة. فانا نسيت احطه في التلاجة امبارح، فمش مشكله مش هيكون جراله حاجه. انا عندي علبه مقفوله وجبت الاثنين دولت يبقوا يقضونا لحد الشهر كامل ان شاء الله. علبه فول كده اللي هي بالطماطم والخلطه، دي تقريبا اللي هي الاسكندراني، حلوه قوي. ما زودتش بحيث ان هي تبقى يعني علبه لو حبينا ان احنا نقعد ونفطر. نادرا لما بعمل فطار او كده، في الاغلب لما بيكون بابا هنا، وما بعملش فطار ونقعد وناكل كده. يعني حوده في الاغلب بياكل وجبه واحده، وانا مثلا حتى لو جعت بعمل سندوتش على السريع، فقلت تبقى موجوده. جبت دي توكل الشعر. دول كده بطاطس، الكيلو المفروض ب 17، الكميه دي ب 31 جنيه. شامبو كده بنتين للشعر. رز الياسمين بتاع الضحى حلو قوي، محمود بيحبه، وببقى اعمله رز بالياسمين بالشعريه بيبقى تحفه ومشبع قوي. جبت منه كيس وانا عندي كيس، فكده ده من الخزين بتاع الشهر. وكيس سكر، عندي كيس وجبت عليه كيس. الدقيق بتاع دوبيلا اللي هو المتعدد الاستخدام بتاع الكيك وبتاع كل حاجه والبيتزا وكله،
فجبت منه كده كيس واحد، انا عندي كيس مفتوح على ده هيكفيني، مش هحتاج دقيق تاني. جبت ازازتين لبن المراعي، انا عندي في التلاجة، انا باخد منه ساعات ما بستخدمش الازازه كلها، وهو مدته مثلا بعد الفتح 3 ايام، فباخد الكميه اللي انا عاوزاها والباقي بفضيه في كيس واحطه في الفريزر. فانا عندي في الفريزر لو جيت اعمل بشاميل او حاجه موجوده عندي، وده يا دوب بس على قد ايه يبقى عندي احتياطي كده ما احترش. جبت كده علبه بريك اللي هي 3 في 1، قلت بدل ما الواحد بيقعد يشرب قهوه كتير اجيب مشروب كده مختلف يكون فيه قهوه برده بس يكون اخف. فجبت البريك ده من زمان، اول ما استخدمتوش، مش عارفه لسه حلو ولا لا، اعتقد ان شاء الله يبقى حلو. ازازه خل، علبه جبنه رودس كده، دي اللي هي بطعم الشيدر، وفي اللي بطعم الجبنه الرومي حلوه قوي، جبتها برده عندي تبقى احتياطي. 2 مرقه دجاج عشان مش بستغنى عنها وبستهلكها كتير. ملح الهيمالايا اللي هو الصخري اللي هو الناعم ده، ما بستخدمش اللي هو بقالي كتير قوي. الماركه دي حلوه، اسمها أجاجة تقريبا، أجاج. المهم الماركه دي حلوه قوي، بنستخدمها بقالي فتره، هي باكستاني بس مجرباها كذا مره، حلوه. روز جاردن الباكت ديت عشان الباسكت بتاع الزباله. عندي قهوه بس جبت كده باكت كمان احتياطي. كيسين اندومي كده بالخضار، الكيس بقى ب10 جنيه، غلوه قوي، حاسه ان هم صغروا الكميه وزودوا السعر. وبما اننا هنعمل كشري مصري، انا عندي مكرونات بصراحه تقضيني، بس قلت ازود عشان بما اني هعمل كشري فهعمل كميه فهستهلك مكرونه كتير. جبت مكرونه سباكيتي اللي هي روجينا، بحب الماركه دي قوي، هي وايطاليانو. وجبت المكرونه اللي هي المرمريه، جبت كيلو برضو. عندي لسان عصفور بس قلت اجيب كده نص كيلو يبقى احتياطي عندي، علشان انا بحب استخدم لسان العصفور او بعمل طواجن وتحته لحمه تحته فراخ، بقى اكله ممتازه وسريعه وحلوه واحنا بنحبها. مكرونه اقلام كده اللي هي مكرونه الضحى اللي هي بالعدس، طبعا انا قلت لكم عليها كتير قوي بنحبها. عندي منها كيسين فقلت كيس كمان بس كده خلاص. مناديل الشهر اللي هي الباكت اللي هي العاديه، عندنا مناديل المطبخ ومناديل التويلت، وبس كده نكون خلصنا المشتريات ديت. ارتبها الاول وبعدين ندخل المطبخ مع بعض. ممكن اسوي الرز واسوي السمك وانا في نفس التوقيت ده اوريكم بقيه المشتريات اللي انا جبتها اللي هي بتاعه التلاجة والفريزر وكده، اوريكم الحاجه اللي انا جبتها ونرتبها مع بعض. فيلا بينا على المطبخ على طول. الشميس ده كده لوحده حاساه قطعه حلوه قوي، بس ساعات ما باجي اعمل له طقم بحس ان هو مش بيظبط، البس عليه طرحه في درجات اللي هي الكافيهات مثلا او كده بحس ان هو مش لايق، لبست معاه طرحه اللي هي الزيتي نفس الخطوط اللي فيه حاساه مش لايق. هل ده احساسي انا لوحدي ولا هو فعلا حلو وجميل وطالع ولا هو فعلا مش لايق؟ اكتبوا لي في الكومنتات. المهم المخلل اللي عندي كان خلصان، جبنا كده مخلل، ده مخلل مشكل تقريبا من كل حاجه جايبين ربع كيلو. العلب ديت دايما عاملاها للمخلل علشان بتغير. الساعه دلوقتي 5:30، ولعت على الرز يستوى والسمك. على ما تكون خلصت كده رتبت الحاجات بتاعه التلاجة ديت. بصراحه التلاجة بتاعتي عايزه تنضف تنظيفه حلوه، فهبقى انضفها معاكم باذن الله. جبت البصل ده عليه خلطه كده حمراء حلوه قوي بنحبه، والله شكله بيشهي الاكل. ما اقدرش انا اشوف مخلل وما اقعدش انقنق فيه كده. زيتون كلاماتا يوناني، محمود بيحب قوي. انا بصراحه بحب الزيتون اللي هو الاخضر اللي هو الحبايه الكبيره دي، بحبه اكتر من الزيتون اللي هو الكلاماتا ده، بس باكله برضه يعني ما يقولش لا. بعلي نسبه الاملاح، بيبقى تقريبا عليه زيت زيتون، طعمه حلو قوي على فكره. ده الخيار اللي هو الصغير ده بنموت فيه، تحفه. كده كميه المخلل دي تقريبا ممكن تقضينا 10 ايام او كده يعني، او ممكن اقل من 10 ايام. جبت كده طبقين لانشون، ما زودتش لانشون لان هو اخره في التلاجة يعني بالكتير قوي 3-4 ايام وبيبدا ان هو يبوظ ويغير، فيدوب اللي هو على قد اليومين دول بس. طبق جبنه رومي كده قديم. الجبنه الرومي الصراحه لما بحس ان هي هتبدا ان هي تغيب في التلاجة، مثلا لو انا جبت طبقين او 3 مثلا وجت بزياده بحطها في الفريزر بتبقى حلوه قوي، سواء هناكل منها تاني بس بطلعها بتبقى حلوه، او لو هقطع منها واحطها مثلا في الاكل اللي انا ببقى اعمله بعرف ان انا استهلكها. هل اللانشون لو انا حطيته في الفريزر يبقى حلو ولا بيبوظ؟ لو حد منكم جربوا بالله عليكم قولوا لي. ليه بقى؟ ببقى عايزه اجيب منه بزياده واحطه في الفريزر، يبقى مثلا لما نعوز سندوتش منه او حاجه يبقى موجود في الفريزر، اللي هو مش كل ما نعوز طبق لانشون مثلا او كده، او يبقى جاي على هوانا. وساعات بحب اعمله في فطيره كده او ميكس في الكريب مثلا وكده، بستخدمه في حاجات كتير. فهل ينفع يتحط في التلاجة ولا ما ينفعش؟ 6 علب كده زبادي. بصراحه انا بحب اجيب الخضار من مكان جنبنا هنا اسمه العمريه،
بيبقى فيه الخضار حلو قوي وكل حاجه حلوه، بتبقى طازه كده وفريش. ما بحبش اجيب من السوبر ماركت. بس امبارح لما خرجنا مش عارفه كان في ايه في الطريق كان واقف، فضلنا واقفين في الطريق بتاع نص ساعه، والطريق اللي رايح للبلد ديت هو اللي كان واقف، فاضطرينا ان احنا ناخد ملف ورحنا على جمله ماركت. فقلت اجيب الخضار اللي يمشيني كده يومين 3 على ما نخرج تاني، واروح اجيب الخضار اللي يقضيني اسبوع كامل على بعضه. الخضار ده بجيبه علشان الاكياس بتاعه الجمبري اللي انا عملتها معاكم، خلاص الاكله دي بقت معتمده عندنا. قلت اجيب منه طبقين كده واقطعه واغسله واسلقه زي ما سلقته معاكم قبل كده، واحطه في الفريزر يبقى جاهز عندي. دول تقريبا نص كيلو فلفل او اقل من النص، المهم ان هم شويه دولت ب 11 جنيه. والطماطم بعد تنقيه كتير قوي على ما لقيت طماطم عدله اصلا هناك، دول ب 13 جنيه. اغلب الخضار هناك كان دبلان، فجبت بس كميه اللي هي تمشيني بس شويه كده. كام ربطه شبت وكزبره وبقدونس وشويه خيار برده يا دوب بس يمشونا. ده الخضار اللي انا جبته مع البطاطس. عندي بصل يمشيني، فان شاء الله هبقى اخرج بقى طلعه الخضار. جبت كده علبه من الثوم بتاع بسمه. انا عندي الثوم اللي هو العادي الفصوص العادي، بستخدم منه في اكلات معينه، وده عندي لما بكون مستعجله مش لاحقه ان انا افرم او محتاجه كميه مفرومه، فبصراحه بيوفر عليا وقت بيوفر عليا مجهود، فحلو قوي. في نوع تاني انا بستخدمه واحده مقفوله بس مش النوع ده، نوع تاني برده كويس، في بالزنجبيل وفي بالكزبره وفي اللي هو السبايسي بانيه اطياب. دول كده يعتبروا كيسين مع بعض، مش فاكره تقريبا ب 500 جنيه. بيجي عليا وقت بكون عايزه اعمل شويه مكرونه بالصلصه او مكرونه وايت صوص، واقلي مثلا حتتين بانيه او كده وخلاص اعدي اليوم، او مثلا اعملها في عيش تورتيلا كده سندوتشات برده واعدي اليوم. بالنسبه لي في التلاجة بيبقى حلو قوي. السنه دي للاسف انا ما خزنتش ورق عنب خالص، معرفش ايه اللي حصل او كان في ايه، انا ما انتبهتش للموضوع خالص، فجبت النوع ده فيا رب يطلع كويس عشان عايزه اعمل اكله محشي برده. قلت اجيبه واجربه، ما رضيتش اجازف الصراحه واجيب كيسين. جبنه موتزاريلا اللي هي الاصدقاء، احسن نوع جبنه انا جربته الاصدقاء ودومتي، وفي نوع كمان حلو كلهم موجود منهم الحجم اللي هو الصغير اللي هو 200 جرام تقريبا. بحب انا الاكياس الكبيره اللي هي الكيلو بتبقى اوفر، بجيبها اسيبها على رف التلاجة كده تفك براحتها، ساعه ما تفك اقسمها على قد احتياجاتي في اكياس من التانية يا دوب اطلع اخد بس. فدي برده بالنسبه لي يعني على قد اكلتين مش اكتر من كده يعني. ربنا ما يقطعها لنا عاده، لازم انا وحوده نتخانق في كل مره بتاعه المشتريات دي، نبقى ناقر ونقر لبعض كل مره بنروح، ما اعرفش هي بتيجي بظروفها ولا هو المشتريات اللي قرفتها وحشه علينا. بحاول على قد ما اقدر اكون مقتصره، اجيب بس احتياجاتي، ما كنتش بحب اجيب حاجات للخزين زي الاول، فبحاول ان انا اقتصر وبحاول ان انا اجيب على قد احتياجاتنا. بس هي الحاجه غاليه والدنيا صعبه، فربنا يعيننا جميعا وكل احتياجات بيت غير التاني، فيا رب بيوتنا جميعا تكون فيها الخير. بس يا حلوين ده كان فيديو النهارده، اروح اغرب بقى وناكل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا على لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.